هلا والله، معاكم داي. لا إله إلا الله، والله إني مصدوم. أول ما تسكرت قناة الأغاني القرآنية اللي نزلت عنها مقطع من قبل قلت بس ألف الحمد لله، بس حرفيا القناة رجعت انفتحت بعد أيام بس. لا ومو بس هيك، حتى إنه إجا وعلق على مقطعي الأخير اللي نزلته عنه أو عن القناة والأشياء اللي هو قاعد عم بنزلها، وإن شاء الله بعد شوي راح أورجيكم التعليق وراح نرد عليه إن شاء الله. بس اللي ما بيعرف القصة، في قناة من فترة فتحت صارت تنزل قرآن على طريقة جدا سيئة وكتير مسيئة للقرآن ولديننا. كانت عبارة عن قرآن ولكن على شكل أغاني، شيء مستفز صح والله. طبعا أنا وبعض اليوتيوبر نزلنا عن الموضوع، والحمد لله بعد ما نزلنا عن الموضوع القناة حرفيا تسكرت. بس حرفيا بعد ما تسكرت القناة بفترة كتير قصيرة، يمكن يوم أو يومين، رجعت فتحت القناة ورجعت نزلت نفس الأشياء الغلط اللي كنا قاعدين عم ننتقدها ونحكي عليها، واللي كنا عم نحاول نخلي المتابعين يعملوا ريبورت عليها، لأنه أشياء بتسيء لديننا نحن. مشان هيك قلت لازم أعمل مقطع ونحاول إنه نرجع نسكر القناة. المهم قبل ما نكمل المقطع، هاي أجمل التعليقات من آخر مقطع بلا ما المتابعين ياكلوا راسي. والآن خلونا نكمل. طبعا قبل ما هذا الشخص يجي ويعلق عندي على القناة، طلع لي فيديو بمقطع يوتيوب شورت، وبعدها شكيت قلت معقول يعني المقطع جديد هذا؟ معقول انه هذا البني ادم رجع فتح القناة من اول وجديد؟ عشان هيك خلونا نشوف المقطع مع بعض. القرآن بقى بيتعمل اغاني. ايوه اللي انت سمعت صح، القرآن ده اللي هو كتاب ديني ودينك، كتاب ديني الاسلام. امبارح دخلت عندي على ريكوست لقيته مليان ناس بتقول لي اتكلم عن صفحة الاغاني القرآنية. انا قلت اغاني قرآنية يعني ايه؟ لحد ما دخلت وشفت القرف ده. واحد فاجر عامل ايات القرآن الكريم ريميكس بالذكاء الاصطناعي. ده الفجر يديله تعظيم سلام. انا والله ماسك لساني بالعافية بس عشان ما اخدش انتهاك. والله العظيم انه معه حق، والله العظيم نفس الاحساس عندي. يعني انا حابب اني اغلط، بس بنفس الوقت ماسك لساني، ماني حابب اغلط على شخص مثل هذا الشخص القذر اللي سوى هذا الشيء وعمل هذا الشيء من القرآن. يعني شيء اقسم بالله انه بيقهر، كمية غضب مو طبيعية. بس يعني للاسف ما في شيء بنقدر نعمله غير اننا نبلغ على هاي القناة. وفي طريقة تانية بالمناسبة راح احكي لكم اياها بنهاية المقطع. المشكله ان المشاهدات على الفيديوهات كتيره قوي ومحققه اكتر من $10,000. كل اللي بيشوف الفيديو دلوقتي يبعتوا لاهله واصحابه ويشيروا على قد ما يقدر، وتروحوا دلوقتي حالا تعملوا بلاغ على الصفحه بمحتوى يحض على الكراهيه. وارجوكم ارجوكم ارجوكم ما حدش يتفرج على الفيديوهات. انا بعمل الفيديو ده يا جماعه عشان الناس توقف الواد اللي عمل القناه ده عند حده، مش تعليله الريتش. خلونا بالله عليكم نكون واعيين شويه، واوعوا تسكتوا على اي حد ممكن يفكر انه يسيء للدين الاسلامي. وحسبي الله ونعم الوكيل. والله شوفوا كلامه 100% صح. وعشان اشرح لكم بس الشيء اللي حكاه بكل اختصار، لا تتابعوا المقاطع اللي هو بنزلها عشان ما تزيدوا له المشاهدات، وعشان ما يكسب فلوس من ورا الشيء السيء واللي بيسيء لنا ولديننا من ورا ظهرنا. فاهمين كيف؟ فلا تشوفوا مقاطع ولا اي تعملوا اي شيء، بس فوتوا واعملوا بلاغ على القناه بدون ما تشوفوا المقاطع. بس انا حرفيا هذا المقطع شفته من قبل، واول ما شفته قلت يعني اوكي القناه سكرت والحمد لله، واكيد هذا المقطع قديم. فكل اللي سويته هو اني قفلت الجوال وقلت خلص الحمد لله انه تقفلت القناه. والله العظيم بعدها بساعات تقريبا حرفيا اشوف في تعليق من شخص، نفس الشخص اللي كان عم بيعمل هاي الاغاني القرآنية والعياذ بالله. لا وشوفوا شو كاتب لي بالتعليق، اي ام هير ومع ايموجي ضحك. لا يعني قاعد عم يضحك. يعني ما عندي غير رد وحيد، واللي هو بنشوف مين راح يضحك بالنهايه، بنشوف بالاخره مين اللي راح يضحك، انا ولا انت. لا واضح ان ضحكته زي ضحكه استهزاء، يعني نفس اللي بقول لك ما راح تقدر تعمل شيء وانا مستمر. يعني بكل اختصار ضحكه استهزاء باينه من التعليق اللي كاتبه، وباين انه اجنبي لدرجه انه حتى التعليق كاتبه بالاجنبي. وبصراحه هذا هو اكبر سبب خلاني اعمل هذا المقطع، التعليق المستفز هذا اللي اجاني. وعشان اكون معكم صريح، يمكن ما نقدر نعمل اشي، يمكن ما نقدر نسكر القناه، ويمكن نقدر نسكرها. نحن علينا شرف المحاوله، لازم نحاول انه نعمل ريبورت على القناه ونسكرها. ولكن يمكن انها ما تتسكر ويمكن انها تتسكر، والسبب بكل اختصار اليوتيوب ممكن يراجع المحتوى اللي هو عم بينزله ويشوف هل فعلا هذا المحتوى بحض على الكراهيه او لا. ممكن يشوفه نعم بحض على الكراهيه، وممكن اليوتيوب يشوفه انه لا، فيديو ومحتوى طبيعي وحريه التعبير كالعاده يعني. بس على كل حال راح اطلع لكم هلا مقطع هون قدامكم بوضح لكم كيف تسوي ريبورت على القناه، تدخل عليها وتسوي ريبورت بدون ما تتابع محتواه، بدون ما تزيد له المشاهدات، بدون ما يكسب فلوس من المقاطع اللي عم بنزلها. فمشان هيك لا تتابعوا هذا المحتوى، لو شفتوه ازبلوه طنشوه ولا كانه موجود. بعرف انه الموضوع مستفز، وانا فاهم اكثر من اي حدا ثاني انه الموضوع مستفز مثلكم. انا حتى استفزني الموضوع، بس حرفيا لو بنتابعه نحن راح ندعمه، وهذا الشيء نحن ما بدنا اياه. طبعا يمكن تنحذف القناه، ممكن تتقفل القناه، بس بكل بساطه شخص مثل هذا انا متاكد انه ما راح ييأس وراح يرجع يفتح قناه ثانيه وثالثه ورابعه. فمشان هيك ضل لنا كمان سلاح اخير، واللي هو الدعاء. ادعوا عليه،
عادي، هو البني ادم هذا غلط على ديننا، استفزنا واستهزأ بديننا، فمن الطبيعي وحقنا الطبيعي جدا ان ندعي عليه، يا رب ينشل ويتعذب بحياته، امين يا رب العالمين، يا رب حتى بموته يتعذب، ما يموت موته طبيعيه، اللهم امين يا رب. بس والله بعرف انه الفيديو شوي بزعل وبيعصب وبنرفز، بس حسيت خصوصا بعد التعليق اني لازم اطلع واحكي، لانه الموضوع استفزني مليون، الموضوع كتير استفزني مو شوي، يعني تخيلوا من فرحة الى استفزاز تاني، وخصوصا بعد ما جاني التعليق. وبس والله هذا هو مقطع اليوم، بتمنى يكون المقطع مفيد وهادف وقدرت افيد ولو بشي بسيط. ولو انت جديد بالقناة فاشترك في القناة لو ما كنت مشترك، حط لايك، واكيد لا تنسى تتابعني على الانستغرام، غالبا بنزل فيه اشياء رهيبة، فروح وتأكد انك تتابعني هناك. بس والله اشترك، خلينا نوصل 20,000 مشترك قبل نهاية السنة. كان معكم داي وبيس. مهما طال الزمان وأبعدتنا المسافات، يبقى فينا الحنين خيطا يلف قلوبنا. ها قد آن الأوان لننون أحلى الأمنيات.